انا كنت شايفها. نسيت اقول لكم ان هو كان شايف منطقة. انا وانا صغير سني 12 سنة خرجت من البيت بتمرد على الأبوة، تمرد على العيلة. انا كنت بقضي وقت كبير بعيد عن البيت، والحلم والطموح ان انا اشتغل في الوسط الفني واعيش الحياة اللي مليانة متعة حسب ما انا كنت شايفها ساعتها، فسببت ان انا سبت البيت. فاكر ساعتها لما سبت البيت ومشيت كان معايا شنطة صغيرة كده فيها الهدوم، قعدت اطوح فيها ورحت رافعها فوق كده وقلت كلمة الحرية دي بأعلى صوت في الشارع. أنا خلاص يعني مفيش حد يقول لي بتعمل إيه أو يبقى فيه مراقبة على أي فعل من أفعالي. التدخين بدأ وأنا 9 سنين. 9 سنين؟ في رابعة ابتدائي. دي كانت آخر صلة بيا بيني وبين الكنيسة لغاية سن 25 سنة. وطبعا لما ابتديت ربنا افتقدني بالنعمة من حياة بقى كلها بعد وكلها شر وكده، وابتديت في الكنايس اللي احتضنتني والجمعيات لما شافوا الموهبة الروحية اللي ربنا مديها لي، الترنيم والألحان والكلمات والترانيم، فأنا بتنقل كخادم وكبروني كخادم، وهم مشجعين جدا في الحتة دي، لكن محدش داخل في المنطقة دي عشان يعالجها. لقيت سيدنا داخل في المنطقة دي بسكينة وبوعي روحي غير عادي، شفافية طبعا، وإنه يكسر حتة الذات والعناد، وإن أنا أمشي برأيي. يمكن من أول تليفون، طالما أنت ماشي بدماغك يا رب سلام، لما اتصلت بيه من أسيوط من بيت المرنمة سارة، أنا ما خدتش بالي طبعا من الكلام ده. ابتدى يدخل في مناطق صعبة جدا في القعدات الشخصية معاه، وكل ما أقول له على حاجة غلط، واللي أنت بتقوله ده غلط، جايبه منين ده وغلط، وأدي له حاجة يقطعها، وأنت مش نافع، يعني صعبة جدا.